تشرك نفسك مع الله في مسألة الرزق. أمتهم 300 سنة ما بقاش ليهم أي ملامح. ليه سمي بالخضر؟ وإيه اللي حصل معاه؟ وليه ربنا قال تسطع وما قالش تستطيع؟ ليه أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بقراءة السورة دي تحديدا كل جمعة؟ وليه هي ما بين كل سور القرآن العظيمة؟ ببساطة لأن فيها دروس مهمة لازم تكون مقتنع بيها في حياتك، وإلا هتكون ماشي في حياتك غلط. فاعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتعالى أقول لك على 3 دروس مهمة لازم وأنت بتقرأ تاخد بالك منهم. السورة بتبدأ بداية قوية جدا، فتقرأ في كتاب الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يعني الكتاب ده ما فيش فيه أي خلل أو عيب نهائيا. فكمل معايا قراءة لحد ما توصل للآية رقم 10 اللي بتقول: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. زي ما أنت عارف إن الفتية كانوا مضطهدين جدا من قومهم لأنهم على دين مختلف، فروا هاربين إلى الكهف ودعوا ربنا. تخيل ان مدينتك كلها ضدك. انا مش متخيل بصراحه ازاي ممكن تتحل محنتهم دي. مهما بعدت بخيالك مستحيل تتوقع ربنا استجاب دعوتهم ازاي. امتهم 300 سنه عشان لما يصحوا يلاقوا نفسهم وسط قوم مؤمنين، وعلى فكره ما كانوش انبياء، كانوا شباب زيك وصالحين. فتخيل الدعاء قادر يعمل ايه. سبحان الله، مهما تخيلت ان هي ملهاش حل توجه بس ربنا بالدعاء واخلص في العباده، لان فتيه الكهف اللي ميزهم انهم كانوا صالحين ومؤمنين بربنا، واكيد دي من اسباب قبول الدعوه. صحيح. ولو كملت معايا للدرس الثاني في الايه رقم 35: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ده رجل كان عنده جنتين، يعني بستانين من النخيل والثمار والزرع، وكان شكلهم رهيب جدا. فهو من كثرة اهتمامه بيهم ومن كثرة خيرهم فكر لوهلة كده ان كل ده بسبب مجهوده، وان طول ما هو بيرعاهم مستحيل يحصل لهم اي سوء، وكان بيتباهى بكل ده من مال ورزق واولاد. وايه اللي حصل معاه؟ اللي حصل هتقراه في الايه رقم 42: واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها. ربنا اهلك الجنتين، ما بقاش ليهم اي ملامح وبقاش فيهم اي ثمار ولا اي خير. فيكمل صاحبنا في اخر الايه ويقول: ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. بس ليه هو قال لم اشرك بربي احدا؟ الايات ما قالتش ان هو مشرك، لانك سهيت عن نقطه مهمه جدا، ان تفكيرك ان نجاحك وفلوسك ورزقك بيخليك تشرك نفسك مع الله في مساله الرزق، وده امر خطير. انا اول مره افهم الايه دي كده، انا لو ما كنتش متابعك كنت تابعتك تاني. طب كمل معايا لاخر الايه رقم 82 والدرس الثالث: ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا. تخيل كان رد فعل سيدنا موسى ايه بعد ما عرف كل التفسيرات والتاويلات اللي حصلت من سيدنا الخضر. وبالمناسبه لو عارف ليه سمي بالخضر وليه ربنا قال تسطع وما قالش تستطيع، لو عارف اكتب لي في التعليقات. سيدنا موسى كان منبهر بكل موقف بيعرف تاويله، وهو نبي ما بالك بينا، وكان بيتاكد ان اللي عمله سيدنا الخضر هو الخير بعينه حتى لو الظاهر ما كانش كده. صح كده، مهما ذهب بك عقلك مستحيل تستوعب الصوره الكامله، مستحيل تستوعب شكل الخير اللي ممكن يكون في نهايه الطريق وانت في وسط الازمه او المحنه. فلازم تاخد بالاسباب وتؤمن بالله وتحسن الظن بيه وتدعي ربنا انه يعجل بالخير وانه يبين لك الصوره والتفسير كامل في اقرب وقت. قراءه سوره الكهف المره الجايه هتكون مختلفه تماما، واكيد اي حد هيشوف الفيديو هيشاركه عشان ينشر الفايده، واكيد هيشترك في القناه. اتمنى الفيديو كان مفيد وعجبك، واتمنى تشترك في القناه، وقول لي في التعليقات ايه اكتر ايه بتحبها في الصوره.